السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم فيديو جديد ووصفة جديدة في قناتي وقناتكم هيلو فود. الوصفة ديال هذا النهار إن شاء الله بحول الله تحلية باردة بثلاثة المكونات فقط، كتجي منعشة واقتصادية وكذلك كتجي راقية. بالنسبة للمقادير نمشيو بسم الله على بركة الله في المقادير. في كاسرونة فوق النار مهيلة درت 3 المعالق ديال السكر الخشن وخليته يتكراميليزا. اول حاجة ما خصناش نحركوه حتى يبان كيتكراميليزا من الجناب. انتما غتشوفوا، غنخلي لكم الكاسرونه باش تشوفوا الطريقه. وكنمشيو ندوزو كناخدو نصف لتر من الحليب كنديروه في واحد الكاسرونه اخرى يغلي فوق النار. هانتوما كما تشوفوا بدا كيتكراميليزا في الجناب. عاد ديك الساعه يمكننا نحركوه. كنحركوه بواحد المعلقه خشبيه. اذا تكور لكم ما تخافوش منه، حاولوا تحركوه. انا هنايا مره كنحركو، ما كنغفلش عليه حتى رجع في هذا القوام هذا. بقيت كنحرك فيه حتى رجع في هذا القوام كيتكراميليزا وكيدير هذا اللون هذا المذهب. من بعد ما كيوصل ليا لهذا اللون كنحيدو من فوق النار كما كتشوفوا. وهنايا غلالنا الحليب، عاوتاني كنرجع ديك الكاسرونه اللي ديال الكراميل وكنبقى نكب عليها ديك الحليب المغلي شويه بشويه كما كتشوفوا باش ما كطلعش الغليه ويمشي في ضنا من الكاسرونه. هذه هي الطريقه اللي كنمشي بها، كنبقى شويه بشويه مع التحريك. بالنسبه راه يقدر يتحجر لكم، نتوما ما تخافوش منه، مع المده راه غيبقى يذوب. ما حدكم نتوما كتحركوا ما حد ديك الحجيرات غيذوبوا. كنبقى نحركو هكا وكنخليه مده شي 2 دقائق يزيد يغلى حتى كنحس بديك الحجيرات دابو. هنايا كنمشي لواحد الجبانه كندير 3 ديال البيضات وكنبقى نكب عليهم ديك الخليط كما كتشوفوا مع التحرك السريع. سريعا كنبقى نحرك بالفوي سريعا باش ما يمشيش يطيب ليا ديك البيض. والبنات ديروا حتى واحد القبيصه ديال الملحه، راني درتها هي ما بانش في الفيديو. وكنبقى نضيف شيئا فشيئا ما كنوقفش يدي من التحرك باش ما يدير لياش البيض الخيوطه. هذه هي الطريقه. هاد التحليه كتجي سهله، عيب البيض والحليب كتجي سهله بزاف. ومن بعد غنزيد له واحد 2 شاصيات ديال فاني. هادو هما المكونات، مكونات اقتصاديين وموجودين في الدار وساهل دغيا دغيا كيوجد. ما كناخدوش شي مجهود ولا شي عناء باش نوجدوه. كما كتشوفوا انا حركته، هانتو كما كتشوفوا حركته ما بقاش كيبان ليا ديك الخيوطه. من بعد مشيت صفيته ودرته في هاد الغراف باش يمكن ليا نكبو في هاد الزلافه الا مشيت كبيتو غيتهرق ليا. درته في الغراف. انا في الاول درت غير 3 زليفات كيسحاب ليا هاد المقدار غيعطيني غير 3 زليفات. الساعه هو عطاني 4 ديال زليفات صغيورين، كيعطي كميه زعما لا باس بها. بنص لتر الحليب كيعطي واحد الكميه لا باس بها. من بعد غنمشي نجيب واحد فيلم اليمونتير وغنبقى نلبس هاد الزليفات. خصني نحكمهم مزيان بالفيلم اليمونتير، نحكمهم بحال تقولي غنلبسهم مزيان كيف. من بعد غنديهم يطيبوا فوق النار كما كتشوفوا البنات الطريقه. من بعد غنجيب واحد الكاسرونه تكون ثقيله اولا شي مقله تكون ثقيله بزاف، غندير فيها ديك الزليفات ديالي اللي لبستهم بالفيلم اليمونتير وغنضيف ليهم الماء يكون سخون بزاف والمستوى ديال الماء يوصل النص ديال الزلافه، غير النص ديال الزلافه باش ما يمشيش يفيض ويجي لنا الماء فوق الزلافه كما كتشوفوا. طريقه التوضيح. وغنغطي عليه. انا هنايا غطيت عليه غير بواحد الغطايه
خفيفه. من بعد درت له الغطايه ديال الكوكوط، درت له الغطايه المده الطياب ديالو ثلث ساعه، طفيو عليه، ديك الساعه غيكون طاب. هاد التحليه ديالنا هانتوما انا خرجتها من بعد ما مرات ثلث ساعه فوق النار. كتجي عاقده، انا كنبينها لكم. كتجي عاقده ورائعه. ها هي التحليه ديالنا وجدات بعد ما حطيناها مده في الثلاجه، مده شي 4 سوايع في الثلاجه. ودرنا هاد التزيين، انا هنايا زينت غير بالشوكولاط وكاوكاو مهرمش وطريفات ديال الفواكه. نتمنى الوصفه ديال هذا النهار تنال الاعجاب ديالكم، وما تنساوناش من الاشتراكات والتعاليق ديالكم.